السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، كما وعدتكم نحاول نخبركم بالجديد ديال قضية الشرطي المتوفي بهذيك الطريقة البشعة في ضواحي الدار البيضاء. كما كان متوقع، كما قلت لكم بأن مبغيتش نخرج بشي رواية من الأول، لأن ديك الروايات كامل اللي كانوا كيقولوا بأن عصابة ديال المخدرات، بارون المخدرات في الدروة مديونة، تصب أن داكشي كلشي براءة. ومبغيتش نسبق نقول شي حاجات تخرج من المديرية العامة للأمن الوطني لتوضح هذا الأمر. بالأمس قالت بأن الشرطي المغدور كان ضحية عملية إرهابية من دواعش، كان مسك جوج أشخاص في الدار البيضاء وواحد في مدينة فاس اللي لقاو عنده جهاز السلاح الوظيفي ديال الشرطي، لأنه كتعتبر الدليل المادي هو اللي كان خاص الشرطة، كان خاصهم دليل مادي اللي هو السلاح الوظيفي ديال الشرطي. فما كما وعدتكم أن الحقيقة كاملة إن شاء الله غنديروها في فيديو بعد التحقيق جاري، نعرف الملابسات ديال هاد الجريمة هادي، مع العلم أن المسألة باقي ما دخلش لي دماغي، لأن ديك الطريقة باش مات الشرطي ما كيحتاجش ان يديروا لي داكشي كامل، لانه قال لك هما هاد العناصر او هاد العصابه كانوا باغيين جهاز، كانوا باغيين المسدس باش يقوم بواحد واحد السطو على واحد الوكاله بنكيه. ما كيحتاجش ان يديروا لي ديك التشويه الجثه بهذيك الطريقه باش يقوموا بسرقه البنكه. فإلى هاد الساعة ولا هاد حدود الساعة ما كنعرفناش الحقيقة كاملة. كنتمنوا أن الأيام القادمة نخرجوا بخلاصة وتخرج النيابة العامة ببلاغ باش نعرفوا شنو وقع في هاد الجريمة بالضبط، لأن كنستبعد هاد الأمور تناومات، كنستبعد بأن باش تحرق الإنسان هو حي، لأن بعض البحث المعمق خرجت بعض العناصر في البحث عن الجريمة بأن ذاك الشرطي تحرق هو مازال على قيد الحياة. كنتمنى الحلقة تكون عجبكم وبارطاجيو ودعمونا بالاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.